ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لينا على القناه، ويلا نبدا زي ما تعودنا، يا بركه بسم الله. قبل ما نبدا الفيديو اشتركي معايا في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودوسي لايك، اهم حاجه اللايك يا حبايبي. دوسوا على زرار اللايك، ومرحب واهلا وسهلا باللي اشتركوا معايا جديد. النهارده الفيديو بتاعنا يفتح النفس ومشجع جدا. اول ما صحينا كده قلت بقى اجهز الفطار، فطار يفتح النفس، شوية بتنجان كده وجبنة بطماطم، وعملت طعمية، اشتريت عجينة وعملت طعمية، والعيش كان لسه سخن وبألف هنا وشفا. ده اول ما صحينا. قلت ابدأ نفطر الاول وبعد كده ابدأ في شغل البيت. اهو زي ما انتم شايفين، رحت داخلة على الأوضة دي. دي أوضة ابني. دخلت عليها وبدأت اروق السرير مطرح ما كان نايم، واطبق اللحاف كده اللي هو نايم بيه. الأوضة دي بالليل بتبقى ساقعة قوي، فلازم بغطيه عشان ما يسقعش. وهن مصلية مطرح ما كنا بنصلي. اهو بدأت اظبط المخدات اللي مش معدولة، فرشة الانتريه زي ما انتم شايفين كده، البياضات دي. بدأت برضو اظبطها معاكم زي ما انتم شايفين كده، اللي مش معدولة اللي مش مظبوطة اروح مظبطاها. وهي الأوضة كانت نضيفة مش محتاجة كنس، بس قلت برضو اعيد عليها، يعني ما فيش حاجة فيها ترابية ناعمة فيها اي حاجة، ألمها على الجاروف على طول كده في ثواني. فروحت ماسكاها زي ما انتم شايفين وبدأت اهو اشيل المشاية وانفضها برضو عشان لو تحتها تراب ولا حاجة ألمه. ولميت اللي هو التراب اللي عند السجادة، وبجيب برضو من ورا الباب زي ما انتم شايفين، واروح لما ده كله على جنب، واروح جايبه المقشه والجاروف والمهم. اهو. ومش شجعي معايا وابدأي يلا في ترويق الحته بتاعتك وتنظيفها، وشغلي الفيديو وانت كده بتعملي الحته، هتلاقي نفسك اتشجعتي وبتروقي في الحته وبتنضفيها في ثانيه وتخلصي شغلك بدري. اهو بعد كده طلعت على الريسبشن بره، وبدأت ان انا اكنس السجاده دي. برضو اجيب من عليها لو فيها اي حاجه برضو. اهم حاجة ان انت لو ايدك في الحتة على طول بتنضفيها وبتكنسيها، هتفضل نضيفة معاكي وسهل تنظيفها. انما لو سبتيها وقلتي ابقى انضفها مرة واحدة او النهاردة اريح او كده، هتلاقيها برضو مش نضيفة معاكي، ويعني مش هتبقى سهلة في التنظيف زي ما انت بتنضفيها ايدك فيها على طول. بعد كده زي ما انت شايفين دخلت على القعدة العربي دي، وقعدت انفض فيها لو فيها اي عفار اي حاجة. وبعد كده بدأت اكنس الجزء ده زي ما انتوا شايفين اللي قدام النيش دوت. اجيبه برضو اكنسه. اهو زي ما انتوا شايفين معايا، انا بستعمل المكنسة وبستعمل المقشة عادي، يعني مش كل مرة مقشة او كل مرة مكنسة. المقشة دي انا كنت نقعها بالليل في كلور، وغسلتها وسبتها تتصفى في الحمام، والصبح صبحت ناشفة. وجيت اكنس بيها نضيفة كده، ما توسخليش المفارش بتاعتي ولا السجاد بتاعي. بعد كده قلت انا انفض المشايات دي، واجيب برضو التراب اللي تحتها وتحت السلة، وهلم اجمع كل التراب اللي هو بتاع الريسبشن على جنب. اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهروح لمع الجاروف. اهو لميته كله على الجاروف، اهو زي ما انتوا شايفين. همسكه بقى بالمقشة الصغيرة، وهبدأ ان انا ألمه كله، واجيب من تحت الباب زي ما انتوا شايفين. يلا شجعي وقومي روقي بيتك وانت شغاله الفيديو كده معايا. روتين التشجيع يا بنات. اهو دوسي لايك، اوعي تنسي اللايك يا حبايبي. اهو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى اجيب المشاية وارجعها مكانها. المشاية دي بتنفعني لو حد دخل بكوتشي ولا حاجة، بتشيل التراب اللي عليه، وبيبقى راكن الشباشب كده على جنب، يا اما في الجزام. بعد كده حطيت الترابيزة اللي هي عند الركنة دي، وبدأت احط عليها الورد بتاعها والطفاية. وما شاء الله كان منظر الريسبشن زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، كان منظره جميل. اهو زي ما انتوا شايفين منظر تحفة وكده. وطبعا يا بنات لازم كل شوية نجدد في الحتة بتاعتنا، يعني الشقة بتاعتنا لو حاجة بسيطة بس نجدد فيها، يعني نجيب مفرش جديد، نجيب ورد جديد، نجيب كل شوية حاجة جديدة بتحسسنا اللي احنا جددنا، يعني ما نفضلش في نفس المنظر فنمل، ونفسنا ما تبقاش مفتوحة لنظافة البيت. زي ما انتوا شايفين كده، انا طلعت برا الشقة انضف في الباب الحديد.
كان عليه تراب وكده، فقلت انضفه بالمقشة وازعف برضو قدام الباب لو في اي عنكبوت اي تراب اي حاجة ابقى هنزلها معاكم بالمقشة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده بدأت اكنس بقى التراب اللي قدام الباب دوت، ودي الشباشب دي بننزل فيها يعني، عامله لها كده قفص صغير. واهو بدأت اكنس بقى في السلم. السلم بتاعنا مش معمول يعني، لسه العمارة جديدة فمش معمول. بدأت اكنس اهو السلم معاكو درجة درجة، وبجيبه انا كل شوية بكنسه، ما بتسيبوش التراب يتراكم عليه ولا اي حاجة. بعد كده بروح مرشاه بالمية زي ما انتوا شايفين كده، بجيب المية واقوم رشاه بيها فبيرجع تاني ايه نضيف يعني، ومبقاش عليه تراب يعني بيبقى نضيف. بعد كده دخلت على اوضة البنات وبدأت اللي انا ايه انفض السراير، واروح مظبطة كده المخدة اهو. ودي الشنط بتاعتهم بعد ما رجعوا من المدرسة اهو، بدأت احط عليها المخدة الخدادية وابدأ بقى ايه اطبق في الكبرتية اللي كانوا متغطيين بيها. انا بحب اعملها رسمة المثلث دي، بتبقى شيك قوي، بتبقى جميلة قوي مع الكبرتيات اهو. بدأت اظبطها كده كويس، واعمليها في سراير الاطفال بالذات بتبقى تحفة قوي اهو. وهبدأ احطها ما شاء الله، بصوا المنظر جميل ازاي. بعد كده بدأت الم هدومهم اللي كانوا قالعينها اهو زي ما انتوا شايفين، ودي هدومهم بدأت المها. بعد كده نفضت السرير التاني برضو، وهروح حط عليه الخدادية برضو مظبطاها وحطاها. الواحد يوم كده اول ما يصحى يصلي ويفتح على القرآن. انا بحب كنت بشغل الراديو بتاعي بس باظ، كنت بشغله على القرآن على طول ما بطفوش يعني، بس باظ فلسه يعني عايزة اصلحه ان شاء الله. فدلوقتي بشغل على الشاشة اهو. كنست الحتة اللي ما بين السراير، بعد كده نفضت السجادة دي كويس، وهلم بقى من عليها التراب اللي تحتيها اهو، اي ترابة ناعمة اي حاجة المها عليها، واجيب من ورا الباب برضو لو في ورا الباب برضو تراب ولا اي حاجة هبدأ المه اهو. انا نفسي ربنا يسهل ان شاء الله وادهن شقتي واكمل حاجة الكهرباء. انا لسه معايا يعني شوية حاجات كده، ادعولي بقى اللي انا ايه اكملها واعمل اللي نفسي فيه ان شاء الله اهو. لميت التراب زي ما انتوا شايفين اهو، وفرشت تاني السجادة بسم الله ما شاء الله يعني، الحتة بترجع تاني جميلة تفتح النفس كده. بعد كده دخلت كان في شوية مواعين في الحوض، بدأت اغسلها. طبعا احنا ايه انا متعودة يعني هقول لكم الصراحة اللي انا ايه بعد كل وجبة بغسل مواعين، يعني وجبة الفطار بغسل مواعينها، وجبة الغداء بغسل مواعينها، وكذلك العشاء. بس انا ما بيبقى عندي تصوير زي كده بقوم سايبة ايه مثلا مواعين العشاء مواعين الغداء كده، اللي انا وقت اللي بصور فيه بسيب مواعينه وايه وبعد كده اغسلها. طبعا طبعا احنا زي ما تعودنا نغسل الكوبايات الاول بالسلكة نضيفة. دي كانت صينية عاملة فيها صينية سمك، كنت عايزة اصورها معاكم بس قلت انا عاملة قبل كده سمك على القناة، فان شاء الله بصور معاكم طريقتي في صينية السمك زي السمك السنجاري بالظبط، بتبقى جميلة. بدل ما نشتري من بره ب120 130 لا انت هاتي الحاجات الطلبات اللي انا هقولك عليها ان شاء الله في فيديو تاني وتعمليها في البيت، بيبقى جميل وتحفة وطعمه جميل. بدأت اغسل الاطباق بعد ما شطفت الكوبايات، بدأت اغسل الاطباق زي ما انتوا شايفين. طبعا السلكة بتاعت الصينية مش نفس السلكة اللي غسلت بيها الاطباق، دي السلكة الخشنة. اوعي تستعملي مثلا تكوني غاسلة حاجات زفارة مع حاجة المواعين العادية، لا ده هتفضل مواعين زفرة. خلي سلكة للزفارة لو كده، ويا اما تخلي الحاجات الزفرة في الاخر وتغسلي مواعينك التانية ايه في الاول اهو. زي ما انتوا شايفين كده انا شطفت الاطباق. بعد كده معلش، بعد كده ايه هغسل بقى اللي هم المعالق اللي باقية معايا هغسلها معاكم برضو. بس كنت بنضف الرخامة، انا شطفت المج ده تاني ليكون جه عليه مية مش نضيفة.
طبعا احنا عارفين حاجات التخزين دي مهمة في البيت ازاي. يعني ده بقى اجيبه واحط فيه دقيق، ممكن تحط فيه شعرية، ممكن تحط فيه فاصوليا، مكرونة. بنفعك في كل حاجة، يعني بتستفيدي منه جامد. اهو بغسله بالليفة. بروح ماسكة الليفة وغسلاه بيها من جوه ومن بره. ما شاء الله بيلمع وبرجع جديد تاني. يعني لازم لو مش هتجيبي كمية هاتي واحد واحد وهاتي واحد واحد وحطي فيه حاجاتك. ما شاء الله بينفع جامد جدا، بيلملك الحاجات دي وبيبقى منظره حلو فيه كده. المكرونة والشعرية والدقيق والحاجات دي بتبقى منظرها جميل قوي. لو حطيتهم في التلاجة، انا برضو بحط الحاجات دي في التلاجة عشان ما تسوسش. ما تسيبهاش برا عشان ما تسوسش وما تبقاش حلوة. عشان تفضل نضيفة معاكي خليها في التلاجة. طبعا ان شاء الله نبقى نغسل التلاجة مع بعض وهوريكم طريقتي في غسيل التلاجة يعني. اهو بدأت اغسل في المواعين معاكم. طبعا احنا لازم ان احنا نجدد في بيتنا. لو حاجة بسيطة بس ايه تبقى يعني تشجعنا وكده يعني. اعملي لك حصالة مثلا، وعيني مثلا كل يوم 5 جنيه، وتعالي افتحيها مثلا على اخر الشهر. هتلاقيها عملت معاكي مبلغ، وتجيبي بيه حاجة بقى في البيت تستفيدي. يعني تشوفي اكتر حاجة محتاجة، لو في المطبخ هاتي في المطبخ. لو مثلا في الريسبشن هاتي في الريسبشن. عايزة مثلا اجيب مفرش جديد للتسريحة، اغير مفارش النيش. كل مرة اجيب حاجة هلاقي البيت فرق وبقى جميل جدا، والحاجة رجعت جديدة وجبت اللي نفسي فيه من غير ما احس. مش لازم ان انا يبقى اجيب معايا مبلغ وكده، لا. وطبعا على قد ظروف جوزك عيشي. يعني مثلا لو جوزك ظروفه على قده، اقلمي نفسك وحاولي تنظمي نفسك وتجيبي على قد ظروفك برضو. يعني لو نظمتي نفسك ربنا هيباركلك في المصروف اللي بتاخديه و... وربنا هيباركلك فيه، وهتلاقي نفسك بتجيبي اللي نفسك فيه. سبحان الله، منين ربنا بيدينا البركة من عنده ما تعرفش منين. بترزق الحاجة دي. يعني كان نفسي فيها مثلا تلاقي ربنا رزقك بيها من حيث لا تدري كده. فدايما ندعي ربنا يبارك لنا في لقمتنا وفي بيتنا وفي ولادنا. ربنا يا رب يخلي لنا ولادنا جميعا ويحفظهم ويهدي سرنا جميعا يا رب. اللهم امين، احنا وانتوا وكل السامعين. بعد كده بدأت امسك اهو الفوط بتاعة المطبخ دي. انا مسيبهاش توسخ. كل شوية بحط عليها سترس وكلور واعقمها كده ولمعها واروح ايه غسلاها ونشرها. اوعي تسيبيها يبقى عليها زيوت وحاجات من دي، لا. كل شوية تغسليها كده وتنضفيها. وبدأت بعد كده همسك حلة الحوض بقى اصبنها اهو معاكم زي ما انتوا شايفين. بجيب واغسلها حلو. وطبعا لازم نغسل الخلاط بتاعنا والفلتر اللي زي ده برضو تغسليه. اي حاجة محتاجة غسيل يعني ما تسيبهاش، لا لازم كل شوية وانت بتغسلي المواعين تغسليها. والبوتاجاز ده دايما خليكي متعودة بعد كل وجبة تمسكيه تغسليه. هيبقى غسيله بمنتهى السهولة والنظافة. وبعد كده انا جايبة الفرشاية دي انا غسلتها. بس بوريكم طريقة غسيلها. انا بحطها في المطبخ، دي فرشاية المطبخ. بدأت اللي انا احط عليها الكلور والصابون وامسكها حتة حتة كده اغسلها. طبعا انا جايباها للمطبخ، فلما تيجوا تشتروها ما تجيبوش اللي هي فيها جلد ابيض من ورا، لان الجلد ده بتقشر والفرشاية بتبدأ ايه تطرى معاكي كده ما بتبقاش حلوة. انما الجنس التانية بتبقى ناشفة وحلوة. اهو بدأت امسكها حتة حتة وادعكها حلو بالفرشة عشان لو فيها اي بقعة اي حاجة مكان المطبخ ان هي تطلع. يعني الكلور بيطلع اي حاجة فيها. بحط عليها شوية كده وارجع قبل ما اغسلها يعني، واسيبه 5 دقايق 10 دقايق. بعد كده ابدأ اغسلها بمنتهى السهولة، اي بقعة فيها بتطلع. طبعا غسلتها زي ما انتوا شايفين كده. وبجيب برضو من الظهر اهو الظهر الجلد اللي بقولكوا عليه، اللي بنصحكم لما تيجوا تشتروا فرشاة المطبخ هاتوا الظهر الجنس مش الجلد اللي زي ده. اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده لازم تشطفيها حلو. آه لان لما تشطفيها حلو اي صابون فيها اي حاجة عشان ما تبقاش مجيرة معاكي. انا هحطها هنا في الجردل ده شطفة، وارجع تاني امسكها تاني بالخرطوم ايه واشطفها حلو برضو. اهو هي كانت نضيفة يعني مش وسخة قوي، بس بيبقى فيها بقع كده مكان الزيت والحاجات دي. فلازم ان انت تغسليها برضو عشان يبقى منظرها نضيف وجديد معاكي في المطبخ. اهو بشطفها حلو برضو تاني.
اهو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بعد ما نشفت انا صفيتها كويس ونشرتها، وبعد ما نشفت اهو جبتها بقى، قلت ايه افرشها بقى في المطبخ بتاعي. اوعي تنسي اللايك بقى والاشتراك، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وفي رعاية الله، ومع السلامة.